وسلم. يا ربي صل على محمد صل عليه ومن للحبيب عشاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد وآله ومن للحبيب عشاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن للنبي توثى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد اللهم صل عليه صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا. صلى الله عليه. لقد جاءكم رسول من وسلم عليه. أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك السلام عليك أصف الأصفياء. السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء. السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء. السلام عليك السلام عليك من رب السماء. السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك السلام عليك من رب السماء. السلام عليك السلام عليك دائم بلا انقضاء. السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك السلام
صلى الله عليه. السلام عليك طه يا طبيبي صلى الله عليه. السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه. السلام عليك يا خير الأنام عليك. السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه. عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. يا بدر التمام. السلام عليك يا ظلام. السلام عليك يا كل علينا الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام على المشفع في القيامة. السلام على المضلل بالغمامة. السلام على المتوج بالكرامة. السلام عليك. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الله. يا نبي يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله. يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام. أنت المرتجى يوم الزحام. اشفع لنا يا خير الأنام. اشفع لنا لنا يا حبيبنا. اشفع لنا يا حبيبنا. لك الشفاعة يا رسول الله. يا نبي يا نبي يا رسول الله. يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله. يا نبي
عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه. تعالى مجده وعظم شانه، خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه، وبسط لهم من فيض المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه. فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة، تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، انتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه. فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان، وعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان، صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود صلى الله عليه. فتعطرت بوجودها أكناف الوجود، وطرزت برد العوالم بطراز تكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى الله عليه. في عالم قدسه الواسع صلى الله عليه. انتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه. الذين تنعسر أفراده بتعداد، صلى الله عليه. بل تكراره بكثرة ترداد صلى الله عليه. من عالم الإمكان سورة هذا الإنسان صلى الله عليه. وتنتصر أسراره في الأكوان صلى الله عليه. اتصل به قلب منيب إلا من سبب فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. قلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا صلى الله عليه. بنور غمر الكون بهجته وجمالا صلى الله عليه. وتركا في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى صلى الله عليه. فيما اجتلته بشرا كاملا يزيغ الضلالا صلى الله عليه. رفعة في شؤونه وكمالا صلى الله عليه. أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان، ويحار في تعكل معانيه الجنان صلى الله عليه. في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق ينور صلى الله عليه. الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم بشارة. لقد جاءكم رسول من وسلم عليه. أنفسكم عزيز علي ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم. فاجت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وبارك عليه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة تربي اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه. من الإيمان قوام صلى الله عليه. ذلك الإذعان والتصديق شواهد صلى الله عليه. سيدنا محمد
اللهم صل وسلم عليه. في قوله وفعله والولي لله ما أمره بتبليغ لخلقه من فرده ونفله صلى الله عليه. أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه. وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله بمن الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه. المستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه. أعظم منة تقرب الله بها على البشر وما أوسى من نعمة إن تسرسرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وجمعها وأزكى التحيات ووسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله عليه. في خلة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه. صلي عليه اللهم صل وسلم عليه. في قلب نور سر تعلقه به وهبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه صلى الله عليه. أشرف الأصل بوده وهبه ما أطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين، حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون، فما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه. فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه، يتشرف بموطن استقراره وموضع خروجه، وقد غدت الأقدار الأزلية بما قضت، واظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت صلى الله عليه. فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادات بشرا لا كالبشر صلى الله عليه، ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر، فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف. وإن كانت الألسن لا تفي بعشر عشر أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين، وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين، وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين. وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى سماء أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ويدخلني في
بشفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا وارد الأنس والأفراح في السحر أزعت ما بفؤادي من لظى الكدر. يا وارد الأنس والأفراح في السحر أزعت ما بفؤادي من لظى الكدر. يا وارد الأنس والأفراح في السحر أزعت ما بفؤادي من لظى الكدر. يا وارد الأنس والأفراح في السحر أزعت ما بفؤادي من لظى الكدر. نشأتك الله الجزد العقيق وهل مررت بالأرض ذات الماء والشجر. أرض بها سحب الإفضال ممطرة مهضرة ترب بالعشاب والزهر. يا وارد الأنس والأفراح في السحر أزعت ما بفؤادي من لظى الكدر. يا وارد الأنس والأفراح في السحر أزعت ما بفؤادي من لظى الكدر. بها المسرات والأفراح دائمة يا فوز سكانها بالخير والظفر. بها المسرات والأفراح دائمة يا فوز سكانها بالخير والظفر. إني لا أذكرها يوما وبي حزن فيرحل الحزن من قلبي ومع الضجر. يا وارد الأنس والأفراح في السحر أزعت ما بفؤادي من لظى الكدر. يا وارد الأنس والأفراح في السحر أزعت ما بفؤادي من لظى الكدر. هواك حبيبا به الأكوان خاطرة يضوع رياه في سهر وفي وعري. تقيا سيدا سندا يضيء في الكون أهل الكون كالقمر. يا وارد الأنس والأفراح في السحر أزعت ما بفؤادي من لظى الكدر. يا وارد الأنس والأفراح في السحر أزعت ما بفؤادي من لظى الكدر. يا وارد الأنس والأفراح بالسحر أزعت ما بفؤادي من لظى الكدر. يا وارد الأنس والأفراح بالسحر أزعت ما بفؤادي
وارد الأنس والأفراح في السحر أتت بفؤادي من لظى الكدر يا وارد الأنس والأفراح في السحر أتت بفؤادي من لظى الكدر محمدا خير خلق الله قاطبتان وسيد الجن والأملاك والبشر يا سيدي يا رفيق والله يا سندي ويا ملذي ويا ركني ويا وطني يا وارد الأنس والأفراح في السحر أزحت ما بفؤادي من لظى الكدر يا وارد الأنس والأفراح في السحر أزحت ما بفؤادي من لظى الكدر أنت الغياث لمن ضاقت مذاهبه من يرتجى في العسر واليسر أنت الغياث لمن ضاقت مذاهبه وخير من يرتجى في العسر واليسر وأنت أكرم من في الكون والسبب الأقوى لنيل المنى والفوز بالظفر يا وارد الأنس والأفراح في السحر أزحت ما بفؤادي من لظى الكدر يا وارد الأنس والأفراح في السحر أزحت ما بفؤادي من لظى الكدر اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آن للقلم أن يخط ما حركت في الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وشمائل التي هي أحسن الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه ليتشرف بكتابة القلم والكرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماء والأبصار صلى الله وقد عليه بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة صلى الله عليه والنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم صلى الله عليه وقد أخرج أحمد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر
إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستوضعت هذا النور المبين أصلب وبطون ما شرفته من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصصه بالتكريم أبيه الكريم صلى الله عليه. بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمي التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه سلب عبد الله فألقاه إلى بطنها صلى الله عليه. فضمت وشاءها بمعونة الله محافظة على حق هذه الذرة وشونها فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عدم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ علقت بهذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور شراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوز صلى الله عليه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاكاة أشرف البريات وبعثه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنكله في البطون والظهور. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه.
فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب علنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب أمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثيج والسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعج. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور. وانفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السباق الممدود. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا وغيرها من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. وأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود. فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد مولانا محمد اللهم صل وسلم عليه. Khusyuk hadiraki Rasulullah saya kene cak kerja saya kene belajar khusyuk. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس يا رسول الله وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. فضربوا يا أهل المثاني فهزار اليوم غرت واستضيئوا بجمال يا رسول الله فقى في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. لنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أتينا عطاء جمع الفخر المؤبد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. فلربي كل حمد جل أن يحسوره العاد إذا حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إنا بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين واهدنا سبيلي مرحبا مرحبا كي به نسعد ونور الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاهي مرحبا مرحبا بجواري خير مقعد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على محمد صل عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا ظرفه إلى السماء مؤميا بذلك الرفيع أن له شرفا على مجده وسماء وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهر شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين صلى الله عليه وموضع
ولادتي وقربي وقبري بالحرمين صلى الله وقد ورد أنه صلى الله اللهم صل عليه وسلم عليه وسلم ولد مخذولا مكحولا مقطوع السر صلى الله عليه أولا ذلك بشرفي عند الله أيدي الكبرى صلى الله ومع عليه بروزي إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب صلى الله عليه. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهن فاستمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله قالت عليه. الشفاء فضاله ما بين المشرق والمغرب صلى الله حتى نظرت عليه. إلى بعض كسور الروم قالت ثم لبست وعجت فلم أنس بأن غسيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت بي قال إلى المغرب صلى الله عليه. وأسبر ذلك عني ثم عاوذني الرعب والظلمة وقشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت بي قال إلى المشرق صلى الله قالت عليه. فلم يزل الحديث مني على بال حتى بعثه الله صلى الله عليه. من أول الناس سلاما وكم درمجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات وما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه صلى الله وأن عليه. عنايتي في كل حين ترعات وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه. صلى الله عليه وسلم مما حسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا صلى الله عليه. بالمؤمنين حلما ورفقا صلى الله عليه. فلا يقول ولا يفعل إلا معروفا صلى الله عليه. واللمد المهتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معجلة صلى الله عليه. الرحيم باليتيم والأرملة والماسولة أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقياء من البرية صلى الله عليه. تطرت الترك والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية صلى الله عليه. بخلقه وخلقه بأشرف خصوصية صلى الله عليه. في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود صلى الله عليه. الحبيب وشانه والعلولا في مجده ومكانه صلى الله عليه. تعالى مجد وأخذت على نجم السهى بعلانه صلى الله عليه. في تدوين ما أفاده العلم من وقع مولد النبي الكريم صلى الله عليه. أكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله عليه. فاسلم مني أن أوصيك إن
جنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ولذلك صلى الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بدا لي من عظيم العطا ما قد بدا لي وحسن الظن في من دعاني راس مالي وفي عتاب باب ندى حطت رحالي وهانا منتظر فاضل وهاب نوالي. يا لا يا الله يا رب يا عليم بحالي عسى بعد الضباب يقالي الشرب حالي. فيا ذا الجود يا رب يا مولى الموالي ويا معطي العطايا العظيمات الجزال أذقنا بارد عفوك وأصلح كل بالي وجملنا ويسر لنا سبل الكمال. يا الله يا رب يا عليم بحالي عسى بعد الضباب يقعني شرب حالي. وهبنا كل ما نرتجي واقبل سؤالي وعلمنا العلوم السلاطين رجالي ووفقنا لما ترتضي في كل حالي وحببنا إلى المصطفى مولى بلالي. يا لا يا الله يا رب يا عليم بحالي عسى بعض الرباب يقعني شرب حالي. لا يا الله يا رب يا عليم بحالي يا عالم بحالي عسى بعد الضمابة يقعني شرب حالي يقعني شرب حالي. ألا يا الله
بدعوتي وحمل ثقالي على وحمل ثقالي على ظهري من الوزر أمثال الجبال أمثال الجبال عسى بالمصطفى المجتبى عين الرجال يصير الوزر حسنات والمرذول غالي والمرذول غالي على يا الله يا رب يا عالم بحالي يا عالم بحالي عسى بعد الضمام يقع لي شرب حالي يقع لي شرب حالي ألا يا الله يا رب يا عالم بحالي عسى بعد الضمام يقع لي شرب حالي يقع لي شرب حالي نظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة لا يا مولانا شكو جراءتي العظيمة وأعمالي الرذيلة وأخلاقي الذميمة ألا يا الله بنظرة إلى العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة يا ذا الجود جد لي وآتي العظيمة وخذني في نهوض طريق المستقيمة ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما ندم الفكر من ضروري الأوصاف المحمدية وجودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب أملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في توجهات الخالصة والسيلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ضافرة وعلى باب عزته تحت الرحال فتشاهى منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر
في كل موطن من مواطن القرب ومدهار قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولأهدك من الحافظين اللهم إنا لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك برسولك ما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفئين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره وأما ببركاته وشريف وجاده أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في الأعمال بذاتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين واختم لنا منك بخير أجمعين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نهدم هذا الدعاء المولد سمت الدرر في مجلس دار المحبين في هذا المصلى وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر